حساب المغلق او البلوكد اكونت في المانيا ما يوازي نص مليون جنيه، ويعتبر اكبر عقبه بتواجه اي حد بيقدم على اقامه نوع دي في المانيا. كل التفاصيل ان شاء الله هنناقشها في فيديو النهارده. كمل معانا الفيديو للاخر ان شاء الله تستفيد. كتير من الناس المهتمين ان هم يجي يدرسوا في المانيا ومنهم انا اتفاجئوا لما لقوا حوار ان انا لازم اوفر في المانيا بلوكد اكونت او حساب مغلق. وعلى ايامي انا كان 8640 يورو، دلوقتي وصل ل 11208 يورو، اللي هو ما يوازي اكتر من 400000 جنيه مصري، يعني داخل على نص مليون جنيه. ده بيبقى شرط اساسي عشان تيجي هنا المانيا وتصرف على نفسك خلال السنه الاولانيه او خلال ال6 شهور الاولانيين، سواء انت جاي على فيزا دراسه او سواء انت جاي على فيزا بحث عن عمل. وال 11208 دول بيتقسموا على 12 شهر، وكل شهر بينزل لك مبلغ معين عشان تقدر تصرف على نفسك فيهم في ألمانيا لغاية ما أوضاعك المادية تبقى فيها استقرار، بمعنى إنك تلاقي شغل بعد كده، سواء أنت جاي على فيزا بحث عن عمل تلاقي شغل، أو سواء إنك جاي على دراسة وتلاقي شغل طلبة بجانب الدراسة. ده مش حساب عادي في ألمانيا، ده نوع خاص من الحسابات البنكية اللي هي بتبقى بلوكد، محجوزة الفلوس بتاعتك جواها، ما ينفعش إنك تيجي هنا تسحب كل الفلوس مرة واحدة. كل شهر بيعدي بينزلك منهم جزء. لو أنت فاتح الحساب لمدة 12 شهر، اقسم المبلغ اللي أنت حطيته اللي هو 11208 يورو على 12، بتاخد أنت المبلغ ده كل شهر. لكن أنت تيجي هنا وتسحب الفلوس كلها مرة واحدة مش هينفع، لازم تستنى أول سنة ما تعدي. وعشان نفهم أكتر تعالوا نضرب مثال. أنا مصطفى هو جيت وعملت حساب مغلق في ألمانيا ب 11208 يورو. جيت ألمانيا وصلت يوم 1 يناير في السنة. بعد أول شهر في ألمانيا وبعد تخليص أوراق السكن والتأمين، قدرت إن أنا أفتح حساب بنكي في ألمانيا في البنوك المحلية زي شباركاسا، دوتش بانك، فولكس بانك، بوست بانك، كوميرس بانك، كل البنوك ديت. كمان ممكن تفتح حساب في بنوك أونلاين، يعني كل تعاملاتها أونلاين، مفيش بنك مكان. وبعديها تقدر انك تربط حسابك المحلي اللي انت فتحته بحسابك المغلق اللي انت فتحته وانت في مصر او انت في بلدك. ولما تفتح الاتنين وتربطهم ببعض، هيقدر ان هم من الحساب المغلق ينزل لك كل شهر على الحساب المحلي الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه. بس بعد ما خلصت كل الاجراءات دي دخلت في شهر فبراير، ففي شهر فبراير دوت هينزل لك شهر يناير وشهر فبراير مع بعض دفعه واحده. بعد كده تكمل السنه شهر بشهر، شهر مارس ينزل لك شهر ابريل، شهر مايو، شهر يونيو، وهكذا لحد اخر السنه. لو انت قعدت شهرين هينزل لك الشهرين كدفعه واحده، لو انت قعدت 3 شهور هينزل لك ال3 شهور كدفعه واحده، ولو انت قعدت 4 شهور هينزل لك 4 شهور كدفعه واحده. ولو انت جامد قوي وخلصت كل الاجراءات في اول شهر هينزل لك اول شهر ده بس. الشهور اللي بعد كده تبدا تنزل لك واحده واحده كل شهر زي ما احنا وضحنا قبل كده. ولو جينا مجمعنا الفلوس كلها ال 12 شهر دي هنلاقيها هي الفلوس اللي انت دفعتها في الاول 11208 يورو. كده من المثال عرفنا ازاي ان الحساب المغلق دلوقتي بينزل كل شهر في المانيا، واخدنا معلومه عامه عن الموضوع. تعالوا نخش على النقطه اللي بعديها، ومين هم اللي بيحتاجوا حساب مغلق في المانيا. اللي جاي يفتح فيزا بحث عن عمل بمفهومها القديم، لسه هنشوف موضوع الأوبورتونيتي كارد والشانسن كارتا الفترات اللي جايه هنتكلم عليه اكتر. بس بالنسبه لبحث فيزا بحث العمل بمفهومها القديم، لازم تفتح حساب مغلق ب6 شهور، تاشيره الدراسه وتاشيره التحضير للدراسه، سواء جاي على سنه تحضيريه او جاي على دراسه اللغه. وتاشيره الدراسه هنا انا قصدي تاشيره دراسه البكالوريوس او الماجستير. الدكتوراه ليها وضع خاص عشان هي ممكن هنا تاخد تمويل من الدكتور بتاعك، ويبقى هنا اصلا الاقامه بتاعتك اقامه عمل مش اقامه دراسه، بحيث بينزلك كل شهر تقريبا 1500 يورو بيكفوك شهريا كلوحدك انت هنا في المانيا اثناء دراستك الدكتوراه. تاشيره بحث عن عمل احنا اتكلمنا باستفاضه عنها في فيديو وشروطها وحواراتها، ممكن تاخد فكره عنها وهسيب لك اللينك في الديسكربشن. تعال نشوف ايه البنوك اللي ممكن تفتح فيها حساب مغلق في المانيا، واولهم بنك فينتيبا. اعرف كتير ناس اصحابي فتحوا حساب في البنك ده والدنيا معاهم مش تمام، ما فيهاش مشكله، يعني ما فيش قلق منه خالص. بتفتح عليه الحساب المغلق بخطوات بسيطه جدا وما بتحتاجش غير باسورك بس. هسيب لك لينك في الوصف جايبه من الموقع الرسمي للبنك فينتيبا ازاي تفتح حساب مغلق في المانيا. هو البنك نفسه حاطه على الموقع الرسمي بتاعه، ولو حابين في المستقبل اعمل لكم فيديو عن طريقه فتح حساب مغلق في المانيا قولوا لي وانا هظبطه ان شاء الله. طب انا حولت 11208 يورو بس ولا احول اكتر من كده؟ لا اتحول اكتر من كده. فينتيبا بياخد برضو رسوم 89 يورو رسوم البنك، وبياخد منك 4.9 يورو يعني حوالي 5 يورو كل شهر لما تيجي تفتح الحساب هنا في المانيا. فبالتالي انا ارجح انك تحول 200 او 300 يورو زياده، عشان كمان في مصاريف تحويل. ساعات لما بتحول من مصر او من بلدك لألمانيا، البنك اللي انت حولت منه في مصر او بلدك بياخد فلوس، والبنك اللي انت حولت له الفلوس بياخد فلوس. فالبنك اللي انت حولت له الفلوس بياخد فلوس منين؟ من الفلوس اللي انت حولتها. فبالتالي انت كده تبقى في المضمون منه. هل في بنوك تانية ممكن تفتح معاها حساب مغلق؟ في بنكين تانيين ممكن اقولهم لك. في بنك اسمه اكسبارتيو، ده برضو نفس حوارات فينتيبا، للاسف معلوماتي عنه مش كتير قوي، ممكن تبص انت على الموقع الرسمي بتاعه وتقرا معلومات عنه اكتر. وفي امكانيه دلوقتي تفتح حساب مغلق في بنك شباركاسا. شباركاسا دوت يعتبر البنك الاهلي بتاع مصر، بس البنك الاهلي بقى في المانيا في
كل حته هتلاقيه حواليه، منتشر في كل المانيا. اكتر بنك منتشر في المانيا هو سباركاسا. لو انتوا عايزين نعمل فيديو منفصل عن طريقه فتح الحسابات المغلق في الثلاث بنوك دول، ما عنديش اي مانع خالص، قولوا لي في الكومنتات وانا عنيا ليك. يعني هي فكره ليه حساب المغلق اتعملت في المانيا، مش زي مثلا بلاد تانية كتير بتطلب بس انك انت تكون معاك فلوس في حسابك في مصر او حسابك في بلدك، لان المانيا شافت ان الحوار ده امن بكتير وبيضمن اكتر انك انت تبقى معاك فلوس ويبقى تعرف تمول اقامتك هنا لما تيجي. لما بنثبت ان احنا معانا فلوس في مصر، اكيد في ناس معاهم فلوس وبيقدروا يثبتوا دوت، بس في ناس تانية بتجيب فلوس وتحطها في يوم واحد وتثبت ان معاها مثلا 100,000 او 200,000 او 400,000 جنيه في يوم واحد، وتسحبهم تاني تديهم للشخص اللي اخدت منه الفلوس. فطبعا ده انت كده رايح المانيا معكش فلوس اصلا، او معاك فلوس قليله مش هتكفيك اصلا اول شهرين ثلاثه. ودلوقتي اصلا في المانيا التضخم عالي، يعني اصلا الطالب بقى بيصرف اكتر بكتير من الاول. انا لما جيت كان الموضوع 720، دلوقتي داخلين في 900 او 1000 يورو في الشهر اللي يكفي الطالب في المانيا. مصاريف الطالب في المانيا تعالوا ندردش عليها. اول حاجه بتتحكم في المصاريف بتاعتك هي السكن. لو انت سكنت في غرفه فيجي اللي هي فلات شير او غرفه في بيت مشتركه مع ناس، ممكن تدفع 200 وشويه، 300 وشويه لحد 400، وساعات 400 وشويه و500 لو الشقه جامده قوي. لو انت سكنت لوحدك في اين سيما فونونج، شقه اوضه واحده، بتبقى اوضه واحده صاله، الصاله دي فيها حمام ومطبخ، يعني بتبقى اوضه واحده فيها كل حاجه. فبيسموها هنا في المانيا اين سيما فونونج او شقه الاوضه الواحده. تعتمد بشكل اساسي انت فين في المانيا. لو انت في مكان سكن فيه رخيص هتلاقي الموضوع ده ممكن في حدود 400 يورو، 500 يورو، 600 يورو. لو انت في مكان غالي قوي ممكن تلاقي الموضوع ده بيوصل 700 800 يورو، زي مثلا في ميونخ او مثلا في برلين. فالمكان اللي انت تسكن فيه بيلعب دور برضه في موضوع السكن. لو انت سكنت في سكن جامعي، النظام معظم السكن الجامعي بيبقى في حدود 300 يورو، يا تحت شويه يا فوق شويه. لو انت هتيجي بمراتك وزوجتك اكيد هتوفر لهم حساب مغلق كمان هم، فالمصاريف هتبقى تقريبا الضعف اول مره ونص. سكن الطلبه بيبقى اوبشن كويس بس عليه تنافس كبير. بنسبة كبيرة جدا مش هتعرف تيجي ألمانيا في تاني يوم هتلاقي سكن طلبة. لازم هتقعد 6 شهور، سنة، سنة ونص، سنتين، ساعات بتطول قوي لغاية لما تلاقي سكن طلبة، عشان التنافس عليه بيبقى عالي. أهم حاجة إنك تكون مسجل في ستودنت باك أو سكن الطلبة من زمان، يعني من اول لما انت تفكر تيجي المانيا، بحيث يبقى اسمك على الويتنج ليست موجود. طب حوار السكن ده كان رقم واحد في المصاريف. طب ايه تاني؟ التامين الصحي بتاعك. كطالب في المانيا تحت سن 30 سنه بتدفع 120 يورو في الشهر تامين صحي. تقدر عند الدكاتره تعمل كل الكشوفات المجانيه، وفي حاجات كتير جواها تعملها فور فري توتال. التامين الصحي ده مهم جدا، ومهم جدا في تسجيلك في الجامعه. في تانية مصاريف تانية ليها شخصيه زي اكل وشرب، الموبايل بتاعك، انترنت في البيت لو انت ساكن في بيت خاص، شويه الحاجات اللي ممكن تحتاجها للكليه بتاعتك وانت بتدرس، كشاكيلك بقى، حاجتك. في حاجات تانية بتطلع في الطريق كده انت ما بتبقاش عارف عنها، زي مثلا الغوند فونك. ايه الغوند فونك دوت؟ عبارة عن جواب يجيلك كل 3 شهور بمبلغ لذيذ اسمه 55 يورو. ده جواب الراديو، حاجة اتاوة كده، حاجة لازم هتدفعها في ألمانيا، ما ينفعش انك تقول لا مش هدفعها. طالما انت قاعد ساكن في ألمانيا في فيش تلفزيون بتخش في السكن ده. احنا طبعا ما بنستعملهمش لان عليهم كلهم البرامج الألمانية والحاجات الألمانية اللي احنا اصلا ما بنتفرجش عليها، او نادرا ما بنتفرج عليها، او في ناس ممكن تكون بتتفرج عليها، انا عن نفسي ما بتفرجش. في مصاريف بقى ثانيه بتبقى مش لازم كل شهر، ممكن تدفعها لوكا مره واحده. لو انت مثلا تدفع مصاريف الجامعه، لو انت بتدفع الكاوتسيون بتاع الاوضه، يعني تامين الاوضه بيبقى مثلا لو انت هتأجر اوضه في جي زي ما احنا قلنا فلات شير، بيدفع لها تامين خاص ممكن يوصل لشهرين او 3 من ايجار الاوضه. لو مثلا ايجار الاوضه ب 300 يورو يبقى انت هتدفع 600 يورو او 900 لصاحب السكن، عشان ده تامين للاوضه نفسها اللي انت هتسكن فيها. عشان كده انت ما ينفعش تيجي المانيا من غير ما يبقى معاك بلوكد اكونت. ده هيبقى حاجه ضامن ليك انت ماديا بشكل كبير، عشان تقدر تيجي تصرف على نفسك في المانيا في اول سنه. وانا شايفها الحوار بصراحه فير انف. لما بتيجي هنا تدرس مش تاني يوم هتلاقي شغل طلبه، فالموضوع هياخد معاك وقت. فعقبال لما تلاقي شغل طلبه بعد شهر 2 3 وساعات 6 شهور، في ناس اعرفها لقيت شغل بعد 6 شهور. هتعمل ايه في 6 شهور دولت من غير فلوس؟ بلوكد اكاونت هو اللي هيبقى ضامن ليك. لو انت عندك جنسيه من دول من الاتحاد الاوروبي انت معفي من حوار بلوكد اكاونت، تقدر تيجي وتدرس وتبحث عن شغل في المانيا بدون قيود ما دام انت من دول الاتحاد الاوروبي. مضاف ليهم حتى لو انت من سويسرا، عشان سويسرا مش جوه الاتحاد الاوروبي، مضاف برضه ليهم سويسرا. لو انت من سويسرا تيجي تدرس في المانيا بدون حساب مغلق. انا نقول خطوات بسيطه كده من ساعه ما تفتح حساب مغلق لحد ما تيجي هنا المانيا وتفتح الحساب العادي وتكمل. اول حاجه بتتاكد منها هي شروط السفاره، طالبه قد ايه كام حساب مغلق. بعد كده تملى استماره وتعمل ابلكيشن في البنك انك عايز تفتح حساب مغلق فيه، سواء بنك فينتيبا او بنك سباركاسا او بنك اكس بارتيو اللي احنا قلنا عليه. اكتر واحد اضمنه فيهم هو فينتيبا لان انا اعرف تجارب كتير معاه. استنى لغايه لما يبقى في بروسيسنج للاوردر او ريكويست بتاعك انك تفتح حساب، بياخدوا فتره لحد ما يرد عليك ان هم فتحوا الحساب.
وبعد كده بيبعتوا لك الورقه ان هم فتحوا لك الحساب خلاص في فينتيبا ورقم الحساب الفلاني كذا. دورك دلوقتي انك انت تحول من البنك بتاعك في مصر او في بلدك للبنك في المانيا الفلوس باليورو. خد بالك دايما ان في فلوس تحويل، يعني لازم تحط زي ما احنا قلنا فلوس ازيد من الفلوس اللي المفروض تحطها كبلوكد اكاونت. يعني لو 11208 يورو لازم تحط 200 او 300 زياده. بعد ما الفلوس توصل وتتحول بتاخد تاكيد من البنك ان الفلوس اتحولت. التاكيد دوت بيبقى واحد من الاوراق اللي انت بتقدمها للسفاره ان انت خلاص دلوقتي معاك بلوكد اكاونت في المانيا والفلوس في المانيا. بعد كده ربنا وفقك الحمد لله وخدت الفيزا وخدت التاشيره اللي تقدر بعديها تسافر لالمانيا. اول حاجه لازم تعملها انك تلاقي سكن وتسجل السكن في المانيا، لان الموضوع ده مهم جدا بيتبني عليه حاجات كتير في المستقبل. ولازم ورقه التسجيل تبقى معاك عشان تقدر تفتح في بنك في المانيا محلي زي شباركاسا او دوتش بانك. والحساب اللي انت بتفتحه العادي اسمه جيرو كونتو. زي ما احنا قلنا في اوبشن انك تفتح في بنك اونلاين مش محتاج تعاملات ورقيه، بس اونلاين، هو موجود بس اونلاين زي بنك ان 26. ليا تجربه معاه شخصيه وهو بنك كويس جدا، ممكن تفتح معاه. واعتقد ان هو ما بيطلبش منك دلوقتي ان هو لازم تكون مسجل في سكن، فدي ميزه حلوه انك تفتح في البنك ده وتقدر تحول بالفلوس الحساب البنكي المغلق عليه. بعد ما تفتح حساب سواء بنك محلي في المانيا او بنك اونلاين تقدر انك تربط الحساب دوت ببنك فينتيبا او الحساب المغلق اللي انت فتحته. عمليه الربط دي بتتم على الموقع بتاع الحساب المغلق. بتقول لهم انا حسابي في المانيا كذا، انا ساكن في المكان الفلاني، انا الدنيا بتاعتي كذا في المانيا، الفيزا هيت. هم هيقولوا لك بالظبط ايه الريكويرمنتس او ايه المتطلبات بتاعتهم. لما تربط الحسابين ببعض هتبدا فينتيبا تديك بلان بالظبط هينزل لك كام وامتى. بعد كده تاخد اوتوماتيك ترانزاكشن بتيجي من البنك بتاع الحساب المغلق كل شهر لحسابك العادي، زي ما احنا قلنا في المثال اللي قبل كده. لو انت بتيجي على حساب مغلق في المانيا المفروض مكتب الاجانب بيديك اقامه سنه او سنتين على حسب مكتب الاجانب وعلى حسب المدينه اللي انت جاي عليها. الموضوع مرن في القصه ديت، ممكن تاخد سنه ممكن تاخد سنتين. طب لما المده دي تخلص هل لازم اعمل حساب مغلق من اول وجديد؟ لا مش لازم. لو تشتغل شغل طلبه ممكن تقدم عقد عمل بس يكون الفلوس النتو الصافي منها كافي وموازي للبلوكد اكاونت. في بعض مكاتب الاجانب بيعدوها لك، ممكن برضو مش لازم يكون موازي للحساب المغلق او للرقم اللي هو 900 وحاجه اللي بينزلك كل شهر، فممكن تشتغل باقل من كده ويمدوا لك برضو سنه او سنتين. الاوبشن التاني ان في بعض مكاتب الاجانب بيطلبوا منك نص الحساب، يعني نفترض 11000 وشويه هيطلبوا منك 5000 وشويه او 6000 انك تعمل بلوكد اكاونت جديد بنص ثمن الحساب. بعض مكاتب الاجانب برضو ممكن يطلبوا الحساب كامل. ساعتها نصيحتي ليك حاول تدور معاهم على حلول تانية. حاول توفر مثلا شغل صغير مع بلوكد اكاونت صغير، الاثنين مع بعض ممكن تظبط. ممكن تشوف الحلول معاهم، ان اكيد في حلول. حاول مره واثنين وثلاثه انك تتكلم معاهم ومع كذا شخص مش شخص واحد. يعني حاول تغير الشخص نفسه، لو الشخص نفسه مش عايز يساعدك في مكتب الاجانب حاول تشوف شخص تاني وتعامل معاه. ما تقلقوش، تجديد الاقامه في المانيا حواراته كلها بتخلص بحلول. اعرف شخص في المانيا هنا في تجديد الاقامه بتاعته 1000 يورو بس ومش بلوكد حتى، جدد سنتين. فهي الموضوع فيها قوانين فيها مرنه جدا ما دام انت جوه المانيا، فما تخافش في حوار التجديد التاني. ان شاء الله ربنا هيعدي على خير، ما تقلقش. حاجه اتكلم عليها في موضوع الحساب المغلق، ايه البديل بتاعه؟ سؤال مهم جدا. انا مش هقدر في ان انا اوفر نص مليون جنيه في مصر لان انا عارف ان المبلغ كبير قوي. في حاجه بديله. اول حاجه بديله انك انت ممكن توفر ضامن في المانيا. لو حد يقدر يكفلك هنا ويضمنك في المانيا، بس لازم يكون معاه اقامه دائمه او جنسيه، ويكون الشغل بتاعه هنا في المانيا يقدر يوفر له النتو صافي ما يكفيه هو وعيلته وزياده عليهم انت. هو قدر يثبت ده في مكتب الاجانب ويمضي على ورقه الضامن، والورقه دي لازم يبعتها لك بالبريد عشان تبقى معاك رسميا وانت بتقدم على فيزا السفاره. ساعتها يقبلوا بيها وتقدر تيجي هنا في المانيا، والشخص ده يبقى ضامن ليك. انت مسؤول منه ماديا في حاله اي حاجه تحصل. خلي بالك من النقطه ديت. يعني طول ما انت بتدرس هو مسؤول على نفقاتك الشخصيه، عن مصاريفك، عن كل حاجه. طيب هنا مصطفى ممكن اعمل الحوار ده واجي اصرف على نفسي هنا؟ ممكن واحد يضمنك وهو ما يديلكش فلوس خالص، بس لازم تجيب فلوس كويسة وانت جاي، لانك زي ما قلنا عشان تلاقي شغل هنا في المانيا كطالب ممكن تقعد وقت، وبالتالي محتاج انت فلوس قبل ما تلاقي شغل طلبة وتستقر اكتر. فلازم تكون جايب معاك على الاقل 6000 يورو. الحياة في المانيا بقت دلوقتي اغلى بكتير من الاول، فانا برجح على الاقل 6000 يورو هيكفوك اول 6 شهور. تضمن نفسك انك ان شاء الله في اول 6 شهور دول تلاقي شغل. وانت جاي على فيزا دراسة اللغة وعلى فيزا سنة تحضيرية، أنا شخصيا برجح إنك تعمل حساب مغلق أحسن، لأن فيزا دراسة اللغة والتحضير للدراسة أو السنة التحضيرية بيبقى فيها قيود جدا على الشغل، فمش هتقدر تلاقي الشغل بسهولة، ولو لقيته مش هتلاقيه بفلوس كويسة، هتلاقيها ب 520 يورو في الشهر في الأجازات، فده أكيد مش كافي لمصاريفك الشهرية كطالب. نخش على البديل التاني للحساب المغلق وهو المنحة. لو أنت قدرت إنك تجيب منحة من جهة ألمانية معترف بيها أو جهة حكوميه في مصر معترف بيها، تقدر انك تشيل هنا مصاريفك في المانيا طول الدراسه، هتقدر انك تيجي هنا في المانيا من غير حساب مغلق. فالبديل التاني منحه من جهه
معترف بيها في المانيا او جهه معترف بيها من الحكومه في مصر. تجربتك يا مصطفى مع الحساب المغلق في المانيا؟ ايام 2016 كان دويتش بانك بيسمح انك تفتح فيه حساب مغلق في المانيا، وقدرت ان انا افتح فيه بسهوله حساب مغلق واحول له الفلوس. لما جيت هنا المانيا فكيت الحساب المغلق، نزل لي اول شهرين زي ما انا فهمتكم في المثال. بعد ثالث شهر قدرت اشتغل، بس طبعا كان ب 450 يورو ايام الميني جوب القديمه. فبعد اول سنه كان في حدود ال 5000 يورو او 4000 يورو معايا. افتكروا ان الحساب المغلق اللي انا فتحته كان 8640 يورو، فانا يعتبر بعد اول سنه صرفت نص الحساب. لما قدرت اشتغل وقدرت ان انا اوفر جامد اثناء الدراسه، ده اداني شويه ارتياحيه ان انا يفضل نص الحساب المغلق موجود في البنك. الحساب المغلق هي عقبه كبيره جدا، بس انا شايف ان هي حاجة مهمة جدا عشان تضمن وجودك هنا في ألمانيا، ما يحصلكش مشاكل ماديا. ومش هتبقى أحسن حاجة لو جيت هنا ألمانيا وللأسف ما عرفتش تكمل في الدراسة بسبب إن معكش فلوس. إن شاء الله هعمل فيديو من الفيديوهات اللي جاية اللي هي ما بعد ما تيجي ألمانيا، إزاي أنت كطالب توفر في ألمانيا الفلوس عشان لما تيجي هنا بحساب مغلق ما تصرفش منه كتير. هعمل لكم الفيديو دوت اكيد في الفيديوهات اللي جايه، مش هنسى لان هو في بالي وحاطه كمان في الليست. فاتمنى يا جماعه ان يكون الفيديو النهارده عجبكم، المعلومات كانت حلوه فيه واستفدتوا اكتر حاجه، ودي اكتر حاجه بتساعدني. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات لو الفيديو عجبكم او عندكم اي اسئله، تحت امركم. لو الاجابه عندي عمري ما هبخل عليكم. كل التوفيق والنجاح ليكم باذن الله فيما هو قادم، وان شاء الله هنكمل سلسله رحله طالب من المانيا في الفتره اللي جايه. اشترك في القناه وتابعني، ان شاء الله يبقى في فيديوهات قيمه جدا في المستقبل. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه على خير، في امان الله. سلام.